نعجة سمينة لا يعني بالمرة أنها في صحة جيدة. مثلا شوفوا الإخوان، هذه النعجة وشنو دايرة فيها السمنة. كيف كتعرفوها حق المعرفة، هذه هي النعجة المعيافة. وكيف كتلاحظوا تبارك الله سمينة ومرتاحة. غير هو السمنة راه دائما وأبدا مضرة بالصحة، فالله ما تكون نعجة ضعيفة وما تكونش سمينة. فهذه النعجة من شهر 4 وهي كتعمر وتزاوج وتعاود بلا ما يكمل الحمل ديالها. والسبب العلمي في هذه الحالة هو أن السمنة كتأثر بزاف على الخصوبة، حيت الشحمة كتجمع بزاف المبيض والرحم، وهذا الشيء كيعطل التوازن ديال الهرمونات اللي مسؤولة على الحمل، وكيوقعوا حتى اضطرابات في الحمل أو حتى الإجهاض المبكر، يعني في المراحل الأولى ديالو. بمعنى آخر كثرة الشحمة كتخنق المبيض وكتنقص من فرص الحمل عند النعجة. ولهذا خاص النعجة تكون ما سمينة ما ضعيفة، تكون في المستوى الوسط، يعني جسمها يخدم مزيان وتكون خصوبتها طبيعية. للإشارة فقط الإخوان، هاد النعجة راه كتاكل داكشي اللي كياكلوه النعاج الأخريات فقط. وكيف كتلاحظوا النعاج الأخريات يعني كاين اللي ضعاف وهي سمينة عليهم سبحان الله، ما شاء الله اللهم بارك.